ايضا هذه الخطوات ارجو انها تبقى، واحنا دلوقتي بنتعامل مع الانترنت، تبقى لزملائنا كلهم بالايميل، يعني حتى تسهيلا ويعني زي ما بنقول اكثر سهوله في التعامل. هذه واحده. ثانيا، حينما يؤخذ القرار، الاستاذ هشام يعني بيقول دكتور محمد ما قررش، لا، انا واحد من فريق عمل وفي لجنه لهذا المهرجان، والقرار دايما بيؤخذ بشكل جماعي. فانا برضو بشكر الاستاذ هشام على هذا. عايز حضرتك تبع قرار دلوقتي يعني؟ لا، هي دي على فكره احد الاليات الاساسيه يا دكتور اللي بشيد بيها راي جماعي. انا بس بحب اقول ان انا دايما اذا كان في يتوقف المهرجان عشان مثلا في امتحانات، فاللجنه بتشوف، وانا طبعا بقتنع بهذا الكلام، ودي محاوله ان احنا نتعاون مع بعضنا في اسلوب يعني ديمقراطي يحترم كل منا راي الاخر. بس انا شكرا. لو في اي سؤال. هو على فكره من الاليات الحديثه اللي انا شفتها بصراحه في القطاع السنه دي، لا الحديثه اللي انا ما شفتهاش بصراحه، ولازم الزملاء الافاضل الذين قدموا المهرجان في العام الماضي، سواء الدكتور خالد كرئيس للقطاع او شؤون ماليه واداريه الاستاذ عيد او الاستاذه مها او حضرتك، لان لولا المهرجان في العام الماضي ما تواجدنا في هذا العام. فايضا احنا في تتابع زي لعبه الرياضه، كل واحد بيسلم العصايه للاخر، فاحنا لا نغفل وجود واحنا بنشكرهم زملاء اخرين. واحنا بنشكرهم. الف شكر دكتور حضرتك. طيب تمام. طيب نفتح باب الاسئله، اتفضل. معلش.